بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جبت نوع سمك جديد، حبيت كده اقول لكم بعض المعلومات عنه وبعض التحذيرات برضو، وانتوا ان شاء الله كده بتعملوه. فالاول كده هقول لكم على اسم السمكية ديت، اسمها جحا او سمكة الياسمينة او الامواس. وليه سموها الامواس؟ لان بصراحة هي سمكة حامية جدا، يعني يعتبر كلها، يعني حتى انا بمسكها بحذر. هنا عند الخياشيم في امواس حامية جدا، يعني بصوا لما برفع كده الخياشيم امواسها حامية جدا. وكمان الشوك بتاعها يعتبر زي البلاستيك كده، يعني صعب جدا ان هو يتشال. فبصراحة انا يعني مش هنضف السمكية دي خالص، عشان انا مش هقدر بصراحة، فيها صعوبة جدا. السمكية دي اساسها من البحر الاحمر، يعني متواجدة في البحر الاحمر بكثرة، بس موجودة برضو في البحر المتوسط. بتبقى موجودة كده، بتعيش في الجحور في مجموعات صغيرة. عينها واسعة جدا، وده اللي بيخليها ان هي بتشوف الفرائس بتاعتها حتى في الضلمة. سمكية طبعا، يعني في ناس بتنضفها وبتعملها مقلية، وممكن تتعمل مشوية، وفي ناس بتنضفها برضو وبتعملها مع السي فود. فان شاء الله كده النهاردة احنا هنعملها مشوية، لان بصراحة مش هقدر على تنظيف السمكية دي. خاصة ان هما بيقولوا ان يعني لو السمكية دي جرحت اي حد، ممكن لا قدر الله تعمل له زي سيولة كده في الدم. فبالاضافة برضو ان الجرح بتاعها بيبقى صعب جدا وصعب التئامه كمان. فان شاء الله هنعملها مشوية، وبعد كده انا هوريكم. انا فتحت واحدة بس ما قدرتش انضفها، يعني حتى انا شلت الجزء ده وده، وجيت بقى عشان انضف الشوك لقيته صعب جدا. بصوا بقى، يعني انا حاولت ان انا انضفها، ما بصراحة لقيت الموضوع صعب جدا، بس حبيت اطمن ان القلب بتاع السمكية نظيف. فبصوا انا فتحت اهو السمكية، انا حتى انا ما شلتش منها حاجة. بصوا القلب نظيف جدا، يعني انا كده مش غسلاها اصلا من جوه. فعلى اساس ان انا هشويها زي ما هي كده، يعني دي متنضفة. انا مش هنضف خالص، مش هفتح كمان البطن، انا قلت اطمن بس ان السمكية من جوه نظيفة. وهشيل طبعا بعد الشوي بشيل كل الاجزاء الخارجيه ديت والشوك وكل حاجه والقلب، وبطلع الجزء اللي فيه بس هنا اللحم بس بتاع السمك. هنشوف بقى الخطوات كده مع بعض باذن الله. شوفوا بقى تتبيله السمك، انا يعني هقول لكم كده على التتبيله بتاعت السمك وهجهزها، وان شاء الله كده نبدا نشوي السمك على طول. انا جايبه توم هنا فصوص وليمون وفلفل اخضر، دي هريسه فلفل احمر، دي معلقه بهارات كمون صغيره وكزبره وشطه وملح، ودي بابريكا. وطبعا كمان بيتحط الكاري، بيبقى حلو جدا مع الاسماك، بس مش موجود عندي، يعني لو متوفر بيدي نكهه حلوه جدا للسمك. فان شاء الله هنفرم بقى كل الحاجات دي مع بعض، الفلفل والثوم وهرسة الفلفل الاحمر، ولو في كرفس كمان بيبقى حلو جدا. هنعمل كل الحاجات ديت كده في الكبة، وهرجع لكم تاني. هننزل كده بهرسة الفلفل، ننزل كمان بالفلفل الاخضر والثوم، وبعد كده البهارات الكمون والكزبرة والشطة والبابريكا والملح، نفرمهم كويس جدا. نحاول نخلي التتبيلة ناعمة. نعصر بقى ليمون 2 أو 3 كده، التتبيلة جاهزة. معايا هنا ردة، واللي ما يعرفوهاش دي نخالة الدقيق. بنبدأ بقى نقلب السمك في الردة بالشكل ده. خلصنا كده كل الكمية. معايا هنا بقى صينية ألمونيوم، دي أنا مخصصاها لشوي السمك. دي كويسة جدا في التسوية، يعني أفضل كتير من الصاج. طبعا أنا مخصصاها للشوي بس، وبعد ما بخلص بغسلها كويس وبشيلها برضو لمرة تانية. دي التتبيلة، باخد حوالي معلقتين أو 3، وبزود ملح، وبحط طبعا مية. دي التتبيلة اللي هنحط فيها السمك بعد الشوي.
لما بياخد لون كده بنبدأ نقلبه الناحية التانية. طبعا النار هنا عالية، يعني أعلى درجة حرارة، وعلى برضو على شعلة كبيرة، يعني شوي السمك بيحتاج نار عالية. ونحرك بقى الصينية كده عشان التسوية تبقى لكل السمك زي بعض. بطلع بقى السمك في التتبيلة وبحطه شوية كده وبقلبه كويس. تقدري تسيبيه فترة أطول من كده، بس طبعا الملح بتاعه بيزيد لما بتسيبيه أكتر. بنقلب بقى السمك في التتبيلة. طبعا النار شغالة وخلصنا الكمية الأولى وزودنا كمان. شوف بقى خلصنا الكمية كلها. السمك المشوي بصراحة طعمه تحفة وحلو جدا للي بيعملوا دايت. هوريكم بقى سمكية واحدة تنظيفها سهل ازاي. بشيل الطبقة الخارجية بكل سهولة. بنضف بقى كده، ممكن تنضفي الكمية كلها، بس بصراحة انا بقدمه زي ما هو كده. انا بوريكم ازاي الطبقة الخارجية بتتشال، سهلة جدا. وشوفوا السمك مستوي واللحم بتاعه كمان فاتح كده، وطعمه بصراحة جميل جدا. قدمته بقى مع رز صيادية وسلطة وطحينة، وبصراحة كان طعمه حلو قوي. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني إن شاء الله كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.